سعيا منها لامتصاص غضب الطبقة العمالية، تنوي الحكومة التقدم بطلب إلى المجلس الشعبي الوطني بتأجيل المناقشة والمصادقة على قانون التقاعد. أتمنى أن يكون هذا الخبر صحيح، ولكن احنا المطلب تاعنا ليس تأجيل المصادقة عليه ولكن إلغاؤه كامل هذا، ولا نريد السماع بهذا الملف إطلاقا. ولهذا نتمنى بالك، وطبعا إذا تم إلغاؤه فهذا يأتي نظرا للضغوطات الموجودة من الطبقة الشاغلة على الحكومة. صندوق التقاعد الوطني الذي أكد أنه سيفلس إذا لم يطبق القانون اعتبره أهل الاختصاص بمجرد تهويل وتغليط للرأي العام. هو التبرير الذي تقدمه الحكومة بخصوص صندوق التقاعد أنه يفلس بعد 5 سنوات، هذا في الحقيقة تبرير خاطئ. كان الأولى أن تحاسب نفسها الحكومة ماذا فعلت، أو الحكومات المتعاقبة ماذا فعلت يعني من أجل المحافظة على هذا الصندوق في وقت البحبوحة المالية، ثم ماذا فعلت كذلك الحكومة بالنسبة للتصريح المتعلق ب4 ملايين جزائري يعملون في سرية تامة ولا يصرح بهم من طرف مستخدميهم. الجدل القائم بخصوص قانون التقاعد يبقى يثير كثيرا من اللغط بين مؤيد ومعارض، فهل سيكون للنقابات العمالية دور فيه ويتم إلغاؤه، أم أنه سيمرر على قبة البرلمان كباقي القوانين التي مررت سلفا؟